هنا يا يوسف بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. رقم واحد ظا 45. طبعا ظا 45 معروف إنها بواحد. دي ممكن نجيبها بالآلة كمان. خلي بالك الأسئلة دي أسئلة امتحان يعني. ظا 45 بواحد. ممكن نجيبها بالآلة وإحنا أصلا حافظين إن ظا 45 بواحد. دي الآلة أهي. تمام. فرقم اتنين بيقول لك إذا كانت جا س بيساوي نص فإن س بتساوي كام؟ طبعا معروف إن جا 30 هي اللي بتساوي نص. وممكن نتأكد بالآلة يعني. بدوس شيفت ساين النص ده اللي عندي واحد فوق واثنين تحت يساوي يطلع كام؟ يطلع زي ما حضرتك شايف 30. يبقى الإجابة 30. السؤال الثالث يا يوسف هنا بيقول لي البعد بين النقطتين اللي أمامك دول. طبعا البعد احنا كان ليه قانون. هنطبق القانون كده سريعا. البعد بيساوي الجذر التربيعي. لو تتذكر القانون. طبعا هنا المفروض س 2 ناقص السين واحد الكل تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد واحد الكل تربيع لو تتذكر صح؟ الكلام ده هيساوي جذر. طبعا عندي هنا 3 ناقص الصفر الكل تربيع زائد صفر ناقص سالب 4 الكل تربيع. صفي الكلام ده. هننزل الجذر كده يا يوسف. طبعا 3 ناقص الصفر ب3 التربيع بتاعه هيكون 9 زائد صفر ناقص سالب 4 يعني صفر زائد 4 هيدينا 4 التربيع بتاعه 16. هيبقى جذر كام يا يوسف؟ 9 زائد 16 كام؟ 25. 25. أحسنت. فهيدينا إيه؟ الإجابة 5. إذا كان المستقيمان س زائد ص يساوي 5 وكاف س زائد 2 ص يساوي صفر متعامدين فإن كاف بتساوي نقط. طبعا المستقيمين المتعامدين في علاقة بين الميلين بتوعهم إن حاصل ضرب الميلين بيساوي آه سالب واحد. طيب أقدر أجيب ميم واحد من المستقيم الأول وميم اتنين من المستقيم الثاني واضربهم في بعض عشان الناتج المفروض يطلع بقى سالب واحد عشان اجيب الكاف يعني. طيب تعال نجيب واحد ميم واحد يعني نجيب ميم واحد من المستقيم الاول. هيبقى سالب معامل س على ايه؟ معامل صاد. لو تتذكر طبعا الكلام ده هيساوي سالب معامل س يعني سالب واحد يا يوسف زي ما حضرتك شايف المعادلة الأولى اللي هي المعادلة دي على معامل صاد اللي هو واحد يعني الناتج هيكون كام؟ سالب واحد. وميم اتنين برضو نفس الكلام سالب معامل س على معامل صاد يعني سالب كاف على الاتنين. طيب المفروض بقى اللي انا اعرفه ان بما ان المستقيمان متعامدان اذا الميم واحد لما باجي اضربه في ميم اتنين الناتج لازم بيطلع لي بسالب واحد. والله الميم واحد سالب واحد ضرب ميم اتنين سالب كاف على اتنين الناتج بسالب سالب واحد. طبعا هنكمل بقى الخطوات الجبرية عادي يا يوسف. مفيش مشكلة. عندك سالب واحد لما بضربه في سالب كاف على الاثنين هيدينا كاف على الاثنين. الناحية التانية السالب واحد زي ما هو. اضرب بقى الاثنين اضربها في سالب واحد يبقى كاف هتساوي كام يا يوسف؟ سالب اتنين. 2. احسنت يا اخي. يبقى كاف هتساوي سالب اتنين يعني الف. تمام. طيب اذا كانت الف اللي هي خمسة وسبعة وب واحد وسالب واحد
فإن نقطة منتصف الألف ب. لو تتذكر إن إحنا كنا واخدين القطعة المستقيمة ألف ب، المنتصف بتاعها كان له قانون. آدي ألف آدي ب، إحداثيات الألف هي يوسف كانت 5 و7، وإحداثيات الب أعطاني إياها بواحد وسالب واحد. عشان نجيب نقطة المنتصف، تمام، ميم يعني، النقطة دي جاية في المنتصف تماما، كان ليها قانون. يبقى نقطة المنتصف دي كان ليها قانون. إيه القانون؟ طبعا كسرين، الكسرين بينهم فاصلة كده، وهنا كنا بنجمع السينات، هنا بنجمع الصادات، وتحت تقسيم اتنين من تحت هنا وهنا. يعني إيه؟ هنا سين واحد سين اتنين، الناحية التانية صاد واحد صاد اتنين. الكلام ده هيساوي، تعال نعوض يا يوسف أنا وياك، اتفضل. طبعا هنا هنعوض في الكسر الأول. قول يا 5 زائد 1 أحسنت، على الاثنين على 2. 1 زائد -1 على 2. أنت قلت واحد زائد سالب واحد. لا لا، 7 زائد -1. يساوي، أكمل. 6 على 2 فيها 3، و7 زائد -1 6 على الاثنين فيها الثلاثة برضه. يعني الإجابة يا يوسف هتكون برضه إيه؟ ب. أحسنت. طيب، معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة 3 وسالب 5 ويوازي محور الصادات. طيب احنا عشان نتخيل الموقف ممكن ان احنا نرسم محور سينات ومحور صادات. هو مش مطلوب مني رسم، خلي بالك، مش مطلوب مني ان انا ارسم، ولكن انا احب اشرح الحكايه دي بالرسم. انا عندي ده محور السينات وده محور الصادات زي ما حضراتكم شايفين، وفي نقطه هو اعطاني اياها اللي هي 3 وسالب 5. 3 وسالب 5. اظبط ايدي على قد ما اقدر. طيب، فين بقى الثلاثة وسالب 5 يا شباب؟ 3 وسالب 5 اهي. اجي من عند الثلاثة وانزل الدور الخامس من تحت. هي دي النقطة اهي، في المكان ده 3 وسالب 5. طيب في مستقيم بقى بيمر بالنقطة اللي أنا عملتها قدامكم دي، وبيوازي محور الصادات. تعال نرسمه نتخيله يعني. ده مستقيم أهو، مستقيم بيمر بالنقطة دي ويوازي محور الإيه؟ الصادات. هو بقى عايز معادلته. عايز إيه؟ معادلته المستقيم ده. على طول أنا بشوف النقطة اللي أمامي. النقطة دي 3 وسالب 5، ده إحداثي سيني وده إحداثي إيه؟ صادي. بشوف المستقيم بيمر بالثلاثة. يبقى معنى كده معادلة المستقيم س هتساوي 3. س هتساوي ايه؟ 3 اللي هي ألف. س هتساوي 3 لأن هذا المستقيم يا شباب، هذا المستقيم بيمر بيمر بالإيه؟ بيعدي على الثلاثة بتاعت السيني، بيعدي على الثلاثة بتاعت محور السينات. يبقى معنى كده المستقيم دوت طالما بيوازي محور الصادات، تمام، وبيمر بالنقطة دي اللي هي بيعدي على الثلاثة، يعني يبقى س بتساوي 3. دي معادلة المستقيم. طيب، السؤال التالي يقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن الجا 60 بيساوي 2 جا 30 جاتا 30. من الأسئلة المهمة طبعا الطرف. يلا يا يوسف، الطرف الأيمن. اتفضل يا يوسف. الطرف الأيمن بيساوي إيه عندنا؟
جا 60. جا 60. طب جا 60 بيساوي ايه؟ جذر 3 على 2. جذر 3 على 2. ممتاز. طيب هسمي السطر ده ايه؟ واحد. واحد. تمام. الطرف الايسر هيساوي 2 جا 30 جتا 30. يلا يا يوسف اتفضل. 2 زي ما هي. يبقى 2 في نص سنت. جذر 3 على 2. سنت الاثنين دي تروح مع الاثنين دي. الكلام ده هيساوي جذر 3 على الاثنين. ممتاز يا يوسف. السطر ده كده سميه ايه؟ 2. اقول له طبعا من واحد واثنين الطرفان متساويان. ممتاز يا يوسف. طيب اتش بيقول لي اثبت ان النقط الف وب وج تقع على استقامه واحده. طيب باستخدام الميل يا اتش، اول حاجه هحسب ميل المستقيم الف ب. القانون بتاع تانية اعدادي. وبعديها هحسب ميل المستقيم ب ج برضو بالقانون بتاع تانية اعدادي. لو طلع يا يوسف، لو طلع قصدي يا حسام، الناتجين متساويين، يبقى اكيد طبعا النقط هتقع على استقامه واحده. طيب يلا يا اتش اتفضل احسب لي ميل الف ب. طبعا فرق الصادات على فرق الايه السينات. المفروض صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1. اتفضل اتفضل يا اتش. اتفضل يا اتش. اتش اتفضل. ليه ساكت يا ابني؟ ليه دايما كده انت معايا ما بتردش ليه؟ طيب اتفضل يا كنزي. تمام. عايزين نحسب ميل المستقيم الف ب. كنزي. تمام. سالب واحد ناقص تمام. 5 والسالب 3 ناقص 6. يبقى سالب 6 على سالب 9. السالب هتروح مع السالب وهنختصر، هتبقى 2 على 3. ميل ب ج يا كنزي اتفضلي. تمام. 5 ناقص 3 و6 ناقص 3. هتطلع 2 على 3. بما ان بما أن ميل ألف باء بيساوي ميل باء جيم، إذا النقاط تقع على استقامة واحدة. ممتازه. ممتازه. هذا السؤال يا يوسف بيقول لي إذا كانت 4 جتا 60 جا 30 بيساوي ظا س، فأوجد قيمة س حيث س زاوية حادة. تمام. يبقى احنا عندنا ايه المعطى اللي أمامي؟ أقول له بما أن ظا س بيساوي 4 جتا 60 جا 30. بما أن الكلام ده موجود أكمل بقى. إذا ظا س يلا يا يوسف بيساوي طبعا الأربعة زي ما هي. جاتا 60 بنص. طيب في جاتا 60 بنص. تمام. جا جا 30 30 بنص برضه. بنص برضو. تمام. يبقى الكلام ده هيساوي ادي الاربعه في طبعا نص في نص بكام؟ بربع. بربع. الاربعه هتروح مع الاربعه
يبقى معنى كده ان ظا س بيساوي واحد. تساوي كام؟ واحد، يبقى السين واحد. 45. اذا ممتاز. قياس الزاويه س هتساوي كام؟ 45 درجه. ممتاز، احسنت يا اخي. بيقول لي في السؤال دوت يا كنزي، إذا كانت ج 6 وسالب 4 هي منتصف القطعة المستقيمة أ باء، ومدينا إحداثيات الألف 5 وسالب 3، فأوجد إحداثيي النقطة باء. طبعا دي قطعة مستقيمة. القطعة المستقيمة ديت هو بيقول لي إنها أ وهنا ب. ما هي إحداثيات الألف يا كنزي؟ 5 وسالب 3. طيب ما هي إحداثيات الباء؟ مجهولة، س وصاد. تمام؟ وأنا دلوقتي لازم أقول له إيه؟ أقول له نفرض أن الب بس وصاد. طيب هو مديني نقطة المنتصف. نقطة المنتصف كانت كام يا كنزي؟ اللي النقطة اللي في النص اللي هنا جيم، إحداثياتها إيه يا كنزي؟ طيب هو أنا 6 مش وسالب سامعك يا 4. كنزي، المفروض تتكلمي. 6 وسالب 4. طيب في طبعا طريقتين أنا علمتكم تحلوا بيهم النوع ده من المسائل. طيب فاكرين لما كنت بقول لكم إن س، فين س؟ أهي س دي. س دي بجري على السيني اللي هنا. مين السيني اللي هنا؟ 6. السين اللي هنا الستة. أعمل فيه إيه بقى؟ امسك السين اللي هنا واضربه في كام؟ في 2. 2. وبعد كده اجري على السين اللي هنا. مين هو؟ 5. الخمسه. فاكرين لما كنت بقول لكم بطرح الخمسايه دي واجيب الناتج؟ 2 في 6 ب 12 ناقص ناقص 5 الخمسه هيساوي كام؟ يساوي 7. 7. هيساوي 7. نفس الكلام هعمله مع الصادات. الصادي اللي هنا. صاد الصادي اللي هنا خليه بلون تاني مثلا. بتساوي سالب 4. اجري على الصادي اللي هنا. احسنتي طبعا، انا سامعك يا كنزي، صوتك واطي جدا، ارجو يعني ارجو تعلي صوتك شويه. اللي هو سالب 4. سالب يبقى معنى 4. كده ان انا صاد هتساوي 2 سالب 4 اضرب ممتازه ناقص ناقص 3. سالب 3. ليه؟ اهو سالب 3 اللي هو الايه؟ الصادي اللي هنا. دي احد الطرق اللي بنحل بيها النوع ده من المسائل. طبعا سالب 4 في 2 بسالب 8. سالب 8. سالب 8 ناقص سالب يعني زائد 3 8 زائد 3 هيساوي كام يعني؟ سالب 5. سالب 5. اذا الباء دي عباره عن ايه؟ عن 7 وسالب 7 5. وسالب 5. في طبعا طريقه تانية، في طريقه تانية اللي هي الطريقه اللي هي المعتاده بتاعتنا اللي انتوا عارفينها. دي طريقه سهله وسريعه. طيب يوسف بيقول لي إذا كان المستقيم لام واحد يمر بالنقطتين 3 وواحد و2 وكاف، والمستقيم لام 2 يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45 درجة، فأوجد قيمة كاف إذا كان لام واحد يوازي لام 2. هو مدينا كم مستقيم يا يوسف في المسألة؟ 2. مستقيم. لام واحد إيه معلوماتك عن لام واحد؟ 3 وواحد واتنين وكام؟ بيمر بالنقطتين. ممتاز، 3 وواحد و2 وكاف. يبقى المستقيم لام واحد بيمر بالنقطتين دول. طيب مدينا مستقيم تاني اللي هو اسمه لام 2. ايه معلوماتك عنه؟ ان مع بيصنع الزاوية مع الاتجاه. الموجبة تمام. زاويه موجبه قياسها كام؟ 45 يعني. 45. ايوه بالظبط كده. قياس الزاويه هاء هيساوي كام يا يوسف؟ 45. 45. طيب احنا عندنا في المعطى اللي امامي بيقول لي ان لام واحد بيوازي لام 2. هو عشان يساعدني اداني المعطى ده امام حضراتكم اهو. ده المعطى اللي هو قدر يديهوني. يبقى اقول له بما ان
لام واحد يا يوسف بيوازي لام اتنين. لام 2. نستنتج من كده ايه يا يوسف؟ اتفضل. لام 1 بيساوي لام 2. ميم واحد اللي هو ميل المستقيم الاول هيساوي ميم اتنين. مين اللي مستوى؟ أيوة. صح كده؟ طيب صح. ميم واحد نقدر نجيبه من لام واحد، فرق الصادات على فرق السينات. اتفضل احسب يلا. كاف. كاف ناقص 1 ايوه و2 ناقص 3 احسنت، يساوي ميم اتنين ظا 45. صح؟ بواحد. اللي هي بواحد. ممتاز. يبقى معنى كده يوسف عايز يقول لي ان الكسر ده كده يا استاذ قيمته هتكون بواحد. ده كلام يوسف وكلامه صح جدا. طيب طالما الكسر هنا قيمته بواحد، نقدر نكمل ال 2 ناقص 3 تحت بكام يا يوسف؟ هنا كاف. 2 ناقص 3 بسالب 1. طبعا هنا تحت على سالب واحد، الكلام ده هيساوي كام؟ واحد. واحد. ممكن يا يوسف ان احنا نضرب سالب واحد في الواحد، يبقى معنى كده يا يوسف ان كاف ناقص واحد هيساوي كام؟ سالب 1. سالب واحد. من حارة لحارة. غير إشارة يبقى كاف. سالب 1 زائد 1 بصفر. احسنت، سالب واحد زائد واحد يبقى كاف هتساوي في النهاية كام؟ صفر. صفر. احسنت، ممتاز. طيب هذا السؤال اتش ممكن تجاوب معايا ولا؟ طيب طالما ما فيش رد يبقى انت معروف يا اتش ان انت ما بتجاوبش معايا. كنزي يقول لي هنا الف باء جيم مثلث قائم الزاويه في جيم، فاحنا هنتخيل ان في مثلث قائم الزاويه، بنرسم اي مثلث كده للتوضيح فقط يعني. الف باء جيم قائم الزاويه في جيم، يعني الزاويه جيم دي يا كنزي بكام؟ 90 درجه. 2 درجة. تمام. والف جيم مديهاني بكام؟ 6 سنتي. تمام 6 سم. باء جيم وباقي مديهاني جيم بكام؟ 8 سنتي. 8 سم. طيب هنجيب ألف باء من نظرية فيثاغورس. سنتي. بما ان مثلث ألف ب ج قائم قائم الزاوية في جيم. في ج، إذا ألف إذا باء ألف باء هيساوي بتساوي جذر سنتي. 8 زائد 8 أس 2 زائد 6 أس 2 الناتج النهائي بكام؟ ب10. 10 سنتي. يبقى من حق أكتب هنا 10 سنتي. أوكي، بعد ما جبنا ده ب 10 سنتي، شوف بقى هو عايز إيه؟ آه، عايز في رقم قلت واحد، ألف. عاوز يحسب هذا الكلام. تمام؟ طيب واحدة واحدة كده. الكلام ده طبعا هيساوي جتا ألف. طيب الجتا جتا بيساوي ألف مجاور على وتر. يبقى يبقى هنا 6 على الكسر أهو 10 يبقى 6 على 10. 6 على 10 ألف أهي. في المجاور أهو واخد 6 والوتر ب 10 مضروب في جتا ب. فين الب جتا أهي؟ باء 8 مجاور على على وتر 10. برضه. نعم يا بتقول إيه يا كنزي معلش؟ 8 على 10 أحسنتي. ناقص جا ألف. ناقص جا ألف مقابل على وتر هتبقى 8 على 10 8 على 10 ممتازة. في جا باء 6 على 10 أحسنتي. جا بقى بصفر. 6 على 10. تعالي بقى نحسب الحسبة دي. طبعا هنا 48 على 100 ناقص 8 48 على 100. الكلام ده هيساوي كام يا كنزي؟ صفر. صفر. طيب رقم اتنين بقى هو عايز قياس زاوية باء. الزاوية ب. فين الزاوية ب يا أستاذ؟ الزاوية ب دي. طيب طبعا هقول له مثلا إن جا ب بيساوي 6 الستة على على 10. 10
الستة على 10، وأجيب قياس شيفت الزاوية ب بالآلة. اللي هو ساين، شيفت قياس ساين. الزاوية ب بيساوي، هنقول أجيب شيفت بقى. ساين 6/10 ب36 و... و9/10. تمام، يعني أنا هدوس كده، أنت قصدك هدوس شيفت جاب الكسر ده اللي هو كام؟ 6 فوق و10 10 تحت، صح؟ وبعدين يساوي، هدوس فواصل زي ما أنت قلتي بالظبط، 36 ب 36 درجة و52 دقيقة. وانا لازم اجيبها بالدقايق والثواني. اه طبعا الزاوية بتتجاب بالدرجات والدقائق والثواني. تمام. تمام. افضل صورة للزاوية انها تكون كده. وطبعا 12 ايه ثانية. 12 ثانية ليه؟ عشان احنا عندنا طالما العدد ده جايب 50 فما فوق، نتجاهله ونزود واحد هنا. لو جايب اقل من 50 خلاص ينزل 11، زي ما هو ينزل 11 هنا كده. طيب تمام كده، احنا ايه حلينا هذا السؤال. طيب السؤال دوت يوسف، عشان حسام مقاطع الإجابة. اتفضل. اتفضل يا يوسف، أوجد معادلة المستقيم. تمام. هنكتب صورة المعادلة الأول. ص تمام. بيساوي م س زائد ج. سند. طيب يبقى ص بيساوي 2 س زائد ج. ممتاز. بما أن المستقيم يمر بالنقطة 1 و0، إذا يحقق المعادلة، والواحد هيبقى س والصفر هتبقى ص. سند. يبقى صفر بيساوي 2 في 1 زائد ج. ممتاز يا يوسف. 2 في 1 ب2 زائد ج. نودي الاتنين بعكس الإشارة تبقى -2. يبقى ج بيساوي ممتاز. -2. يبقى ص بيساوي 2 س ناقص 2. سند. ممتاز يا يوسف. طبعا يا كنزي، زي ما حضرتك شايفة إن حسام آه، مصر إن هو ما يردش عليه. أثبت أن النقط ألف وب وج الواقعة في مستوى إحداثي متعامد تمر بها دائرة واحدة مركزها ميم، اللي هي إحداثياتها -1 و2، ثم أوجد محيط الدائرة. تمام، هنجيب ألف ميم وباء ميم وجيم نفترض ميم. مثلا يا كنزي إن عندنا دائرة بهذا الشكل. دائرة ليها إيه؟ مركز، مركز والمركز ميم. إحداثيات المركز زي ما حضرتك شايفة -1 و2. 2. وفي 3 نقط عندي في المستوى. تمام. ال3 نقط دول هنفترض ان في نقطه بتقع هنا، وهنفترض ان في نقطه بتقع هنا، وهنفترض ان في نقطه بتقع هنا. المفروض عشان نثبت ان ال3 نقط دول بيمر بيهم دائره واحده مركزها الميم اللي امامك دي، مركزها الميم اللي امامك دي، هجيب الطول ده، هجيب الطول ده، وهجيب الطول ده، وهجيب الطول ده. لو طلع ال3 اطوال قد بعض خلاص، يبقى ال3 نقط دول بيقعوا على استقامه ايه؟ واحده. واحد. او بيقعوا قصدي على دائره واحده، سوري معلش، بيقعوا على دائره واحده. طيب النقطه الاولانيه دي هفترض انها الف. الف دي احداثياتها ايه يا كنزي؟ 3 وسالب 1. النقطه الثانيه؟ -4 و6. النقطه الثالثه؟ 2 وسالب 2. طيب اول حاجه هنحسب ميم الف. جذر 3 ناقص -1. 3 زائد 1 أس 2
3 ناقص سالب 1 زائد أس 2. سالب 1 ناقص 2 أس 2. طيب 3 ناقص سالب 1 يعني 3 زائد 1 يعني 4 أس 2 ب 16. أس 2 16. وسالب 2 ناقص سالب 3 أس 2 ب9. 16 الكلام زائد ده 9 تحت 25 الإيه؟ جذرها تحت 5. الجذر. يعني هيدينا كام في الأخير؟ 5. 5. طبعا 5 وحدة طول يعني. 5 إيه؟ وحدة طول. هنجيب ميم باء ممتازة. ميم باء. جذر سالب 4 ناقص سالب 1 أس 2 أحسنت. زائد سالب 1 لا 6 ناقص 2 أس 2 تساوي 5 وحدة طول. الكلام ده هيساوي جذر سالب 4 زائد 1 تبقى سالب 3 أس 2 هتبقى 9. 6 ناقص 2 4 أس 2 ب16 تساوي 5 وحدة طول. أحسنت. وهنجيب ميم جيم. برضه هنجيب إيه؟ ميم جيم. أحسنت. جذر 2 ناقص سالب 1 2 زائد سالب 2 ناقص 2 أس 2 تساوي جذر 2 زائد 1 3 أس 2 ب9. وسالب 2 سالب 4 أس 2 ب16 هتساوي 5 وحدة طول. بما أن ميم ألف بتساوي ميم باء بتساوي ميم جيم، إذا هما يقعان على دائرة واحدة. ممتازة. نجيب محيط الدايرة بتساوي 2 باي نق. ممتازة. 2 في 22/7 في النق ب5 هتساوي 31.4. أحسنتي. ممتازة يا كنزي. يوسف. اتفضل يا يوسف. ايوه يا مستر. جاب 30 بنص وزاوية 60 2 بجذر 3. نص في جذر 3 صح. تأكد. أهي. ظا 60 يساوي جذر 3. الاثنين تروح مع الاثنين هيساوي كام؟ يبقى جذر 3. أحسنت. اتفضل حل دي برضه يا يوسف. اتفضل. ماشي. معادلة المستقيم المر بالنقطة ويوازي محور السينات. ماشي، هنا هتبقى هنا س. صاد بيساوي سالب 3. أحسنت. صاد بيساوي سالب 3. تمام. كنزي. اتفضل يا كنزي. تمام. إذا كان جتا س بتساوي جذر 3/2 والسين هي الزاوية حادة، فإن جا 2 س. تمام. لازم نجيب س من هنكتب الأول. تمام. هنكتب شيفت تمام.
شفت س ساين، بيساوي شفت كوزين، جذر 3 اللي على هو الاثنين. جذر 3/2 تمام، زي ما حضرتك قلتي، انت عماله تقول هتساوي يا استاذ 30 درجة. شفت كوزين الكسر فوق جذر 3 وتحت كام؟ 2 2 يساوي تساوي 30. س ب 30. طيب يبقى جا 2 س هيساوي جا 2 في 30 اللي هي بتساوي ايه؟ جا ياسين اللي هي بالنص و2 في نص. لا، احنا ضربنا 2 في 30 ب 60 اهي. 2 في 30 دي ب 60 يبقى جا 60 على طول. جا 60 يعني ساين 60، ساين 60 يساوي كام؟ جذر 3/2. احسنتي، ممتازه، جذر 3 على الاثنين. الاجابه هتكون ب. طيب ممتازه. يوسف، اتفضل يا يوسف. تمام. دائره مركزها نقطه الاصل وطول نصف قطرها يساوي 2، فإن النقطة A بتنتمي إليها. تمام، نقطة A اللي بتنتمي إليها نقطة مركز الدائرة، نقطة الأصل. نقطة الأصل هي صفر وصفر. صفر وصفر. نقطة الأصل صفر وصفر. تمام. 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 يبقى في نقطة احنا عايزين نختارها بحيث إن احنا لما نعوض في قانون الطول يطلع لي الاثنين دي. تمام. تمام. تعالى كده نختار مثلا نقطة ج. نقطة ج دي، طيب احنا لما نربع الثلاثة، لما نربع جذر الثلاثة هيدينا ثلاثة، ولما نربع الواحد هيدينا واحد. لما نيجي نجمع ونحط الكلام ده تحت الجذر هيبقى جذر ايه؟ 4. طب ما جذر 4 ده بكام؟ ب2 اللي هي دي ولا لا؟ ايه. يبقى ايوه. يبقى انا بختار الاختيار اللي هو ان انا لما اخد السيني والصادي واربعهم واجمعهم واجذرهم، احط الجذر يعني فوق منهم، يجيب لي الطول. الكلام ده بعمله لما يكون عندي نقطة الأصل إحدى النقط، يعني إحدى النقط. تمام. يعني أنا دلوقتي لو جينا نجرب كده، أنا دلوقتي عندي نقطة الأصل اللي هي صفر وصفر يا يوسف، والنقطة اللي هي جيم اللي هي جذر 3، جذر 3 وكام؟ واحد. وأنا عايز أجيب البعد بينهم. طيب البعد بينهم ده كان بيساوي إيه؟ تعالى نعوض في القانون. هيبقى جذر 3 يا يوسف ناقص صفر الكل تربيع. عرفت ليه بقى أنا اخترت جذر 3 وربعته؟ زائد واحد ناقص الصفر. الكلام ده هيساوي، يلا يا يوسف، جذر 3 ناقص الصفر بجذر 3، جذر 3 أس 2 ب3، زائد واحد ناقص صفر بواحد أس 2 بواحد. الكلام ده هيساوي جذر إيه؟ 4. جذر هيديك 4 الاثنين اللي هو قايل بيساوي لك عليها 2. فوق. يبقى الإجابة الصحيحة هي هتكون جيم. تمام؟ تمام. طيب هنا كنزي بيقول لي البعد العمودي بين المستقيمين س ناقص 2 بيساوي صفر وصاد زائد 3. بيقول لي هنا البعد العمودي بين المستقيمين س ناقص 2 بيساوي صفر وس زائد 3 بيساوي صفر يساوي كام وحدة طول؟ طب هو المستقيم الأول يا كنزي هنا س ناقص 2 بيساوي صفر، من حارة لحارة غير الإشارة، يبقى معنى كده إن س هتساوي كام؟ 2. طيب المستقيم الثاني يا كنزي س زائد الثلاثة بيساوي صفر، 3 بعكس إشارة يبقى معنى بس. كده إن س هيساوي كام يا كنزي؟ -3. سالب 3. نقلنا الناحية الثانية بعكس الإشارة. طيب إحنا لو جينا نتخيل الرسم، لو جينا نتخيل الرسم بهذا الشكل،
نظبط ايدينا كده، خليها هنا مثلا. وفي مستقيمين عندي، المستقيم الاول بيعدي على الاثنين بتاع محور السينات كده، والمستقيم الثاني بيعدي على السالب 3 بتاع محور السينات برضه كده. دول المستقيمين اللي امامك يا كنزي. يبقى البعد وهو منهم عايز البعد العمودي بينهم. تعالي 5. كده نشوف كام وحدة. ادي 1 2 3 4 5. يبقى هنا كام؟ 5. صح ولا لا؟ صح. مش كده؟ مش كده يا يوسف؟ مش كده يا ايوه كنزي؟ بس. يبقى 5، يبقى نختار ب 5 وحدات يعني. 5 وحدات. تمام. يبقى البعد احنا عملنا ايه بقى؟ طرحنا الاثنين دول من بعض، طرحنا الاثنين ده ناقص السالب 3 ده. يبقى انا لما عاوز اجيب البعد العمودي هيبقى 2 ناقص السالب 3. 2 ناقص السالب 3 اللي هو بيساوي كام؟ 5 وحدات. تمام. طالما المستقيمين هما الاثنين بيوازوا بعض وبيوازوا محور الصادات، وكل مستقيم فيهم في حتة شكل. تمام. تمام. طيب، يقول لي إذا كان المستقيمان اللذان ميلاهما سالب 3 على 2 و6 على كاف متوازيين، فإن كاف بتساوي نقط. يلا يا يوسف اتفضل. تمام، هنا هنعمل مقص. أحسنت. بما أن المستقيمان تقييمان متوازيين. إذا ميم واحد أدي ميم اتنين. طيب هو ميم واحد مدوني بكام يا يوسف؟ بسالب 3 على 2. سالب 3 على 2 يساوي، يلا، ميم اتنين بيساوي كام يا يوسف؟ 6 على كام؟ أحسنت، 6 على كاف. طبعا أنت لسه قايل من شوية مقص، صح؟ يبقى كاف مم. هتساوي، اتفضل يا يوسف. 2 في كام؟ 6 ب 12. 2 في 6 أحسنت ب 12 على الثلاثة، وما ننساش إن في 3 سالب. هيبقى 12 بالسالب على الثلاثة يبقى سالب هيساوي كام؟ 4. سالب 4. أحسنت يا أخي. سالب 4. طيب، سام اتش وسام. طيب كنزي، تمام. اتفضلي يا كنزي. إذا كانت جتا هاء ظا 30 بتساوي جتا أس 2 45، أوجد قياس زاوية هاء حيث هاء زاوية حد. تمام. بستعمل طبعا المعطى عشان أوصل للمطلوب. بما أن جتا جتا هاء هاء ظا 30 30 بيساوي جتا أس 2 جتا 45. تربيع 45. تمام. هنجيب الأول هنا الجتا جتا هاء زي ما هي. اه طيب ظا 30. ظا 30 بجذر 3، لا بواحد أجذر تعالي 3. تعالي نتأكد. ظا 30 أهي تان 30 يساوي، طلع 1 على جذر 3 أهو، صح ولا لا؟ أهو جذر 3 على التلاتة هو 1 على جذر 3 زي ما حضرتك عارف. الكلام ده قلنا قبل كده، صح؟ صح. الكلام ده يساوي. يساوي طيب جتا جتا تربيع 45 هي الجتا المفروض الخمسة بواحد وأربعين على بنص. جذر 2. وبرضه ممكن نتأكد بالآلة، بس ما ننساش الإيه؟ التربيع. هي تعالي نجرب برضه الآلة أهي. كوساين 45 هيساوي جذر 2 على 2، هي 1 على جذر 2، نفس المعنى أو نفس القيمة. وبرضه قلنا الكلام ده قبل كده.
طيب نكمل بقى. يبقى معنى كده ان جاتا ايه، جاتا ايه المفروض هيساوي واحد على الاتنين. ليه واحد على الاتنين؟ عشان عملت أس اتنين مضروب في المعكوس الضربي اللي أمامك، في المعكوس الضربي اللي أمامك. يبقى نص أضربه في إيه؟ في جذر تلاتة. جذر تلاتة على واحد اللي هو جذر تلاتة يعني، جذر تلاتة على واحد. خلاص. يبقى معنى كده يا كنزي، كملي بقى. يبقى جاتا اهي بتساوي ايه؟ هتساوي جذر 3/2. تمام. يبقى قياس الزاوية اهي هتساوي كام يا كنزي؟ طبعا شيفت، جيب الآلة اهي، شيفت زي جذر كوزاين 3/2. كسر فوق جذر تلاتة وتحت الاتنين. 30. احسنتي، ممتاز. 30 واحنا اصلا حافظينها يعني. تمام، ممتاز. طيب هذا السؤال، شيل الآلة كده. بيقول لي بين نوع المثلث الذي رؤوسه النقط ألف وب وج بالنسبة لأطوال أضلاعه. بالنسبة لأطوال أضلاعه يا إما متساوي الأضلاع يا إما متساوي الساقين يا إما مختلف الأضلاع. تمام. طيب عشان أبين الحكاية دي لازم أجيب طول كل ضلع. يعني هجيب ألف ب الأول، وبعد كده هجيب الب ج، وبعد كده هجيب الألف ج. طيب نبدأ بألف ب. يلا يا يوسف احسب لي ألف ب بكام؟ جذر. هنجيب البعد. اتفضل. ألف ب 5 - 3 ماشي. هو السينات ماشي 5 - 3 ماشي. الكل تربيع. زائد 1 - 3. 1 - 3. يلا احسب. يبقى 2 ب4. تمام. 4. 1 - 3 بسالب 2. -2 ب4 برضو. تمام. يبقى جذر 8. جذر 8 اللي هو بيساوي ايه؟ 2 جذر 2 يعني. طبعا وحدة طول، وحدة طول ايه؟ يبقى 2 جذر 2 وحدة طول. طيب كنزي احسبي لي ب ج، اتفضلي. تمام. 1 ناقص 1 أس 2 سنتي. زائد 5 ناقص 3 أس 2 هتساوي 1 - 1 بصفر. تبقى 5 ناقص 3 2 أس 2 هتبقى 4. تساوي 2. تمام. حسام احسب لي ألف ج، اتفضل. حسام افتح المايك لو سمحت، اشتغل معايا. حسام. حسام. اتفضل يا يوسف. تمام. 3 - 3. لا لا، 1 - 3. تمام مفيش مشكلة. هو عادي يبدأ من أي حتة عادي. اه عادي. و3 - 3.
زائد 3 ناقص 3. 1 - 3 بسالب 2، -2 أس 2 ب4، والتانية بصفر، يبقى 4 زائد 0. يبقى جذر 4 ب2. طيب بص كده على اطوال الثلاثه. المثلث ده نوعه ايه بقى؟ متساوي الساقين ولا متساوي الاضلاع ولا تساوي مختلف الاطوال؟ الساقين. تمام. بما ان ب ج بيساوي أ ج لا يساوي أ ب، إذا مثلث أ ب ج متساوي الساقين، متساوي الساقين. طيب انزل. تمام. أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين 1 و3 وسالب 1 وسالب التلاتة، ثم أثبت أنه يمر بنقطة الأصل. تمام. بسرعة. المعادلة ص بتساوي م س آه، زائد ج. سنتي. هنجيب الميل الأول، فرق الصادات على فرق السينات. سالب ممتاز. 3 ناقص 3 على سالب 1 ناقص 1، تبقى سالب 6 على سالب 2. سالب هتروح مع السالب وهنختصر، هتبقى 3، هتبقى تساوي 3. ص بتساوي 3 س زائد ج. ممتازة. هنجيب طيب بقى أي الجيم، نقطة؟ هناخد 1 و3 هنعوض مكانها. يبقى بما أن ال... هنحط التلاتة للصاد، يعني 3 بتساوي 3 في 1 زائد ج. 3 في 1 ب3، هنودي 3 بعكس إشارة. 3 ناقص 3 تساوي 0. يبقى الجيم بتساوي 0. إذن المستقيم يمر بنقطة الأصل. ممتازة، إذا صاد بتساوي 3 س. وطبعا من هنا أقدر أقول له إذا المستقيم يمر المستقيم بنقطة. بنقطة الأصل. تمام يا شباب، بكده نكون خلصنا حصتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.